ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف قناة تضغطي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنعمل طريقة العيش السوري بأسهل مكونات وهتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله. هتطلع معاكي شفافة زي بتاعة المطاعم. عندنا هنا معلقتين من الزيت، 3 كوبايات دقيق، وكوباية الا تلت من الماء الفاتر عادي من الحنفية، ورشة ملح. حطيت هنا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق جميع الاستعمالات يعني عادي، ورشة الملح. حركتهم كده يعني مع بعض عشان الدقيق والملح يختلطوا. حركتهم كده بأي معلقة عندك، واحط هنا كوباية الا تلت من الماء العادي الفاتر. طبعا الدقيق ده على حسب اللي عندك، يعني في دقيق مثلا يحتاج مية اكتر، في دقيق لا. انا الدقيقة عندي يحتاج نص كوباية كمان اهو. انا عايزة العجينة تكون طرية، مش عايزاها تكون ناشفة اهو. هحتاج كده نص كوباية من الدقيق من المية اهو. حطيتها وقلبي. كل ما تحط المية بتلم معاكي اكتر يعني اهو. كل ما العجينة تعجنيها يعني اكتر بتبقى حلوة معاكي وبتتفرد بسهولة وبتبقى طرية اهو. لمت معايا كده بالنص كوباية الباقية اهو. ان شاء الله هيبقى زي بتاع المطاعم، يعني بيبقى بنسأل نفسنا ازاي بيبقى بيعملوه طري كده وشفاف. هوريك النهاردة ازاي وبأسهل مما يمكن. كده حطيت معلقتين الزيت، خلي العجينة تلم، والزيت بيخليها طرية اكتر اهو. حطيت كده معلقتين الزيت وقعدت اعجن فيها. كل ما تعجني فيها كل ما بتبقى معاكي احسن يعني، وبتتفرد معاكي بسهولة اهو. حط كده شوية من الزيت اهو. قعدت اعجن فيها كده كويس اهو. حطيتها كده على الرخامة عشان ادعك فيها كمان اكتر يعني واحسن. انت كل ما بتعجني فيها يعني بتبقى احسن معاك وبتلم بسهولة. حطيت هنا، جبت طبق او صينية او اي حاجة عندك، حطيت شوية دقيق ومن فوق شوية زيت عشان العجينة متنشفش من فوق وتشقق. وهغطيها، هتسيبها على 5 دقايق بس ترتاح. هي طبعا ما فيهاش خميرة يعني، هي ترتاح بس 5 دقايق. كده طلعتها واحط على الرخامة شوية دقيق عشان افردها معاكم واكورها يعني اخلي كل كورة كد التانية. طبعا ممكن يكون عندك ميزان يعني تعرفوا تخلي كل واحدة كد التانية، بس اللي ما عندهوش هوريك ازاي. كده عجبت العجينة وفردتها كده زي ما شايفين. وخلي كل 3 صوابع تقطعي، كل 3 صوابع تقطعي عشان كل كورة تبقى كد التانية. طبعا مش هتبقى كل كورة كد التانية يعني. حطيت كده 3 صوابع وقطعت 3 صوابع وقطعت. اللي في النص طبعا مش هيبقى كد الاولانيين، لان في النص بتبقى اتخن شوية. فكل ما تلاقي كورة اكبر تقطع منها حتة وتحط في الصغيرة. كل ما تلاقي كورة اصغر تاخدي من الحتة الكبيرة يعني تخليهم كد بعض اهو. قعدت كده اكور، وجبت طبق وحطيت فيه شوية دقيق عشان العجينة متلزقش يعني، وكورت اهو قدامكم. دي بعد ما ارتاحت 5 دقايق يا جماعة اهو. قعدت كده اكور اهو زي ما انتوا شايفين. احط كده عملت معايا 3 كوبايات، عملوا معايا زي 7 كورات يعني. هسيبها كمان ترتاح 5 دقايق، 5 دقايق بس. وبعد ما ارتاحت 5 دقايق اهو زي ما انتوا شايفين، هحط عندنا هنا معلقتين من الدقيق ومعلقتين من الزيت. وقعدت كده احط على الدقيق عشان دي المكون ده هو اللي مش هخلي كل واحدة تلزق في التانية وتخلي شفافة. اهم حاجة يكون سائل، يكون سائل ما يكونش عجينة يعني اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. هنجيب كده شوية دقيق في الرخامة، احط كل واحدة اهو، افردها كده اهو. مش عايزاها تتفرد قوي يعني،
حبة بسيطة عشان هي كمان لسه هتتحط فوقيها واحدة وكده يعني. اهو انا مش عايزاها اهو. شوفين السمك عشان لسه هتتفرد تاني على اتنين فوقيها يعني. اهو عايزاهم ياريت يبقى قد بعض عشان ما تبقاش واحدة اكبر من التانية او اصغر يعني. ياريت لو وصلت هنا تغطي لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا، وعشان عيلتنا ان شاء الله تكبر بيكم. حطيت كده المعجون اللي زي اللي قلت لكم عليه، اللي هو معلقتين دقيق ومعلقتين زيت، يكون المكون كده ساين. اهو لازم يجيب اهم حاجة الاطراف عشان تطلع معاكي بسهولة. زودوا في الاطراف عشان تطلع معاكي بسهولة. اهو شايفين ازاي؟ هو المكون ده اللي هو اللي هيخليه كل واحدة تطلع من التانية وتبقى شفافة. والله بعمله زي يعني طعمه ما يفرقش بتاع المطاعم، كطعم وكشكل وككل حاجة. وان شاء الله هعمل معاكم التومية زي بتاعت المحلات ان شاء الله، وهوريكم ازاي يتحشي. بس خليكم معانا وفعلوا الجرس. اهو كل ما تلاقي واحدة يعني بعيدة عن التانية ياريت تجربيها وتحطي زيت ودقيق زي ما وريتكم. اهو زي بصوا شايفين اهو دي بعدت عن دي. بجيب كده شوية من شايفين بجربهم على بعض، وبجيب شوية من الدقيق والزيت وبحطه في الاطراف شايفين اهو. وبجيبها على اللي تحتيها اهو. انت طبعا هتطلع منيكي احلى وهتنجح معاكي من اول مرة. اهو شايفين بتطلع بتبعد. فبحط زيت ودقيق اهم حاجة في الاطراف عشان كل اول ما تحطيها في النار فهي بتسيب من تانية لوحديها يعني. اهو وهوريك كمان هحطها ازاي هحطها في يعني. انا حسيت بعيدة عن التانية في بجيبها. طبعا المقاس ده على حسب يعني انت عايزاه كبيرة عايزاه صغيرة براحتك. عندي هنا صينية قلبتها، صينية عادي صينية بيتزا، قلبتها وحطيتها عليها العجينة العيش السوري اهو وفردته شايفين اهو. تفرديه قبل ما النار تسخن في الطاوة يعني عشان تتفرد معاكي. شايفين الحتة الغامقة دي يبقى خلاص بدأ يستوي اهو. اقعد الف فيه عشان النار تيجي في كل عشان تيجي في كل صينية يعني، والنار تتوزع عشان ما تبقاش يعني حتة نية وحتة مستوية وكده اهو. بشوف شايفين بدأ ينتفخ وكل واحدة بتبعد عن التانية. السبب الدقيق والزيت ده اهم مكون عندنا بيخلي كل واحدة بتسيب التانية وبتبقى شفافة وطرية اهو. شايفين ازاي اهو تنفخ معانا شايفين كل واحدة بتسيب التانية. انا حطيت 3 طبقات اهو بلفه كده عشان حتى الاطراف تستوي معانا. شايفين بيطلع بخار ازاي وبعد وكل واحدة بعدت عن التانية يعني اهو. شايفين طلع ازاي بكل سهولة اهو شايفين. طبعا انا مش قادرة يعني هي وعلى النار افتح على كل واحدة عشان سخنة ومش قادرة يعني افتحها. هتبقى احسن معاكي لما تخليها تبرد اهو. انا بس مستعجل عايزة اوريكم ازاي يعني. اهم حاجة في النص تزودي بين الطبقات تزودي دقيق وزيت ويبقى المكون سايل اهو. انا مش قادرة مع اني سخن. شايفين البخار بيطلع ازاي اهو شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين ازاي طلع معاكي بسهولة وشفاف. شايفين ازاي اهو. انا ايدي باينة من تحت جميل جدا
شوف عاملين كام واحدة، يعني بيرمي، يعني ما شاء الله عليه. طبعا مش بتبقى كل واحدة متساوية يعني، فانتي سويها بمعرفتك يعني بالسكينة زي ما انا سويتها كده. يا رب الطريقة تعجبكم، وبألف هنا ومع السلامة.